ولاد النادي عملوا ايه؟ وايه علاقة ولاد النادي بجون ادوارد؟ طب جون ادوارد نفسه عمل ايه؟ تعال نشوف جون ادوارد عمل ايه. الراجل راح اتعاقد مع مدير فني جديد بجهاز معاون بسعر كويس. تاني حاجة يا سيدي، الراجل ده مشى رجال مهمات نادي الزمالك غرف الملابس كلهم. اتفضل يا سيدي، بقالكوا فترة كبيرة في النادي، عارفين اسرار كتير، اتفضل شكرا متشكرين جدا، دي نهاية خدمتك في نادي الزمالك. دي تاني حاجة. تالت حاجة عمل ايه؟ سمع بالجهاز الطبي بنادي الزمالك دكتور محمد اسامة، قال له لو سمحت احنا بنوجه لك الشكر، متشكرين جدا. بصراحة الفترة بقى الدكتور محمد اسامة اول ما جه كان شغال شغل كويس جدا، بس الفترة الأخيرة بقى عندنا إصابات كتير وفي مشاكل كتير قوي في الفرقة. إصابات بتطول ولاعيبة ما بتلعبش كتير بسبب إصابتها اللي بتتكرر. فلا، قال له شكرا جدا متشكرين لحد كده. تالت حاجة، رابع حاجة يا سيدي، جدد لعبد الله السعيد ب 20 مليون جنيه بدل 40 مليون جنيه، شكرا. خامس حاجة، اتخلص من اللعيبة عن طريق تسويقها لأندية تانية. تعالى يا سيدي، انت مش نافعني، مش مستفاد منك لا فنيا ولا ماديا، لا تعالى سوقك بقى وبيعك واستفاد منك. مفيش لعيبه هيمشي ببلاش. بجانب ان جاب الاخ حسام عبد المجيد. انت من امتى بقت لعيب يالا؟ انت بتعيشوها علينا، ده احنا اللي مربينكم. اول ما بتشم نفسك بتعيشها على النادي بتاعك، قال له تعالى يا سيدي انت وهو، انت قدامك اسبوعين انتوا الاتنين، يا جايب لي عقد يا ماضي على عقد، يا هتجدد يا هتمشي. انما فكره ان انت هتفضل تماطل زي الاخ زيزو وفي الاخر انا ما استفدتش منك، لا مش هينفع. طيب بعد كل اللي عمله الراجل ده هتقول لي ايجابيات؟ اقول لك طبعا ايجابيات. تقول لي في ناس جديده بتخش وشايفين تطور والراجل شايف شغله. طب هو في احلى من كده؟ ولا هي في ناس بتكره الانضباط وفي ناس بتكره ان الدنيا تبقى مكشوفه؟ ليه الحرب من ابناء الزمالك على الراجل ده؟ يعني انا شفت اكتر من حد بيتكلم عن الراجل بطريقه مش هنقول مش كويسه، بس مش حلوه، او مستكترين على الراجل ده. انتوا بقالكوا 20 سنه في النادي ما شفناش منكم اي حاجه حلوه. مسكتوا جميع المناصب، مدير فني مسكته، مدير كوره مسكته، مفيش حاجه نجحتوا فيها. مستكترين بقى على جمهور الزمالك انه شايف راجل شغال من غير كلام وهري. يا سيدي خلينا معاه للنهايه، خلينا مع الراجل ده للنهايه نشوف هيعمل ايه.